السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني ومشاهديني الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما نبتدي الفيديو أتمنى الدعاء ليا بالشفاء، وعايزة أقول لكم كلمتين في آخر الفيديو. أقول لكم عن أسعار الفاكهة والخضار اليوم، وهقول لكم عن تجربتي في الحادثة اللي حصلت لي، وعن أقول لكم عن بعض برضو نصايح تعملوها بأمر الله، وربنا يستر طريقكم وطريقنا وطريق كل الناس يا رب. يعني الحمد لله على كل شيء. أرجو لكم الدعاء يكمل لي الشفاء على خير على خير، لأني تعبانة جدا جدا. قلت أنزل لكم فيديو بأسعار الخضار النهاردة كده وأنا في غاية التعب، بس إيه انتوا عارفين، عشان القناة برضو من حبي فيها مش عايزة إن أنا ما بستفادش منها بأي حاجة والله، بس من حبي في القناة إن أنا عايزة أنزل فيها على طول. بس اللي حشني الشديد القوي اللي هو الحادثة اللي حصلت لي، بعيد عنكم يا رب. هقول لكم على الأسعار الخضار والفاكهة، واللي حابب يسمع تجربتي في الحادثة اللي حصلت لي يستنى لأواخر الفيديو. أول حاجة هنبتدي بيها المانجا دي، لأن طبعا الواحد كلنا بنحبها. المانجا دي ما شاء الله جميلة وحلوة، وما تخافيش لو هي جامدة. لو هي المانجا لقيتيها جامدة قوي، ما تفتكريش ان هي مثلا مش هتستوي، لا، انت ممكن تاخديها وتلفيها في ورقة جورنان. لو هتاخدي كميات تلفيها في ورقة جورنان هتستوي في خلال يوم يومين بكتير، هتلاقيها استوت وبقت جميلة زي الزبدة معاكي. عشان في من المانجا دي بتبقى ناشفة كده، الناس بتخاف منها. لو انت عايزة تطولي فيها، يعني تخليها تقعد عندك فترة طويلة، ما تحطهاش في ورق الجورنال، حطيها في ورق الجورنال عند لما تاكليها. واخدين بالكم؟ واسفه لو هتلاقوا في لجلجه في الكلام، اسفه يعني ليكم، سامحوني. المانجا دي جبتها ب30 جنيه، مانجا جميله قوي. والموز دوت برضو، الموز ده جبته ب15 جنيه. انتوا دوروا يا جماعه، في اسعار كتير. في ناس تجار اسعارها حلوه، في ناس بتمشي بما يرضي الله، وفي ناس ربنا يهديهم بيغلوا في الاسعار. انتوا ابحثوا، وفروا نفسكم في الاسعار. انت اولى باي جنيه، 2 جنيه انت اولى بيهم تجيبي بيهم حاجه مفيده. جنيه على جنيه ممكن يعمل مبلغ. فلازم نبحث وندور على الاماكن اللي فيها. انزلي ولفي وشوفي، سعر ده وسعر دوت، والمتناول ليكي خديه، واللي على قد ظروفك خديه. بعد كده ندخل على الطماطم دي، في منها ب12 وفي منها ب15. يعني في تاجر بيبيعها ب12 وفي تاجر بيبيعها ب15، اللي يناسبك هتجيبيه. وطبعا البتنجان الحشو ده ب10 جنيه، وفي ب6.5 منه، وفي اللي هو بيبقى دبلان شوية، وفي كل الأسعار اللي انتوا عايزينها على متناول ايديكم بتجيبوا. وكيس الدقيق ده ب18 جنيه او 18 جنيه وكسور، يعني ما جابش 19 جنيه، بس الدقيق ده ما شاء الله حلو. البساطة دي جميلة ب17 جنيه برضو وكسور. واخدين بالكم؟ الرز ده تحفة، الرز ده جميل ب26 وكسور برضو. الرز ده حلو قوي بجد جميل. لسان العصفور دوت في حدود 6.5 تقريبا، 6.5 برضو، كسور بسيطة يعني، بس في أسعار حلوة وجميلة. وعلبة الجبنة دي ب17 جنيه تقريبا أو 16.5. علبة الجبنة دي. والكوسة دي كوسة جميلة، جبتها في أماكن ب12 جنيه، وشوفوا طازة، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في أماكن تانية ب12 عفوا. أنا جبتها ب8 جنيه. ورق العنب ده جبت الربع ب15. والخضرة اللهم صل على النبي، شوف الخضرة دي ايه، اللهم صل على النبي، أربع ربع خضرة ب5 جنيه. بقول لكم في تجار وفي بياعين عندهم ضمير، وعن ربنا يبارك لهم في كل تاجر يراعوا ضميره في الشعب، يراعي ضميره في الناس الغلابة اللي هي لا حول لها ولا قوة. كل واحد عنده ضمير، ربنا يبارك له، وربنا يهدي للناس اللي هي بتغلي علينا الأسعار من التجار. ربنا يهدي يا رب. فالأسعار حلوة قوي. روحوا السوبر ماركتات اللي هي عندها عروض وعندها حاجات حلوة. انتي استفادي،
ما تستهونيش كده وتجري تجيبي من اي تاجر ومن اي حد وتقولي يلا ما فرقتش 2 3 جنيه. لا، ال2 3 جنيه ممكن يعملوا لك فلوس، يعملوا لك 2 على 2 على 2. ممكن تجيبي لك تجيبي لابنك كيلو موز بيهم، تجيبي علبة جبنة، تجيبي اي حاجة. عفوا اسفة ليكم، بس اعذروني. انا اكلمكم بقى عن الحادثة بتاعتي شوية. ربنا يكفيكوا شر الطريق، ربنا يخلي اولادكم يكفيكوا شر الطريق يا رب، انتوا واولادكم واولادي وكل الحبايب. انا كنت ماشيه معديه الطريق، عديت اول طريق وبعدي الطريق التاني، كان في زي لجنه موقفه كده، يعني العربيات المخالفه بتشوف شغلها. المهم كان في واحد ولد كده شاب بيعدي بموتوسيكل، فتقريبا مش معاه حاجه الموتوسيكل، اوراقه او حاجته. انا بعدي الطريق ساكت خالص، طريق ما فيهوش اي حاجه، موقفين كل الناس، يعني موقفين. وببص لقيت الولد عايز يجري منهم، راح رافع الموتوسيكل. انا شفت المنظر ما درتش بقى بالدنيا، دخل فيا طبعا. لقيت الدنيا لفت. عارفين لما بتلاقوا التليفون وقع منك كنت بتصوري ولف الاوضه كلها او لف المكان اللي انت فيه؟ انا شفت كده في ذاكرتي. لقيت الدنيا لفت بيا. ما درتش بنفسي بعد كده، قال الناس بتفوقني، وعربيه الاسعاف جنبي، واولادي خدوا خضه جامده جدا، يا رب ما حد يشوفها ابدا. خدوا خضه جدا، يعني دي تاني خضه ياخدوها. خضه في والدهم رحمه الله عليه، كان برضو ناس اتصلوا بينا كده وقالوا لنا برضو ربنا يرحمه ويرحم جميع الاموات يا رب. وفوجئ، يعني أنا كنت بكلم بنتي في تليفون قبلها ب5 دقايق بقول لها انا جايه. لقيت نفسي لقيت بقى نفسي الناس حواليا. اما فتحت عينيا انا اغمى عليا بقى ورحت في عالم تاني. لقيت نفسي الناس حواليا كلها، لقيت روس بتبص عليا كده، وانا بفتح عينيا اتخضيت برضو، يعني لاني عماله اتذكر انا كان في ايه حصل لي قبل ما فوق كده. مش متذكره حاجه خالص، وعمالين يسالوني اسمك ايه كده، وبطلع الكلام بالعافيه. عربيه الاسعاف كانت واقفه لي وخدوني. وولادي طبعا جم مخدودين، وشهم ده اصفر خالص، وشهم ده ما يعلم بيه الا ربنا ما يوروكوا يا رب ولا يرمكوا في ده ابدا. والحمد لله على كل حال. ربنا يخلينا لاولادنا ويخليكم لاولادكم، يكفيكوا شر الطريق. ورحت المستشفى الحمد لله، عملوا معايا اللازم ما شاء الله المستشفى يعني. والاسعاف جه بسرعه. الضابط مشكور اتصل بالاسعاف حسب ما قالوا يعني الناس، لان في ناس اتصلت بيا خدت الارقام من ولادي واتصلوا بيا يطمنوا عليا عملت ايه تاني يوم، ويشوفوني عملت ايه. والحمد لله. بس تعبانه يعني، بقالها 15 يوم بس متزممه، جسمي متزمم، راسي بعد عنكم اتفتحت، كنت سايحه في دم يعني. الحمد لله والشكر لله. ونصيحتي لأي واحد، أي واحد عايز يطلع نفسه من حاجة، ما تضرش غيرك. يعني انت بتجري عايز تخرج، انت وقعت في مشكلة اكتر. انا لولا الولد من دور ولادي، ولقيته ولد غلبان، ولقيته يعني ولد يعني اي نعم هو بيخالف حاجات، ممكن يكون نسي حاجته الله اعلم، مستعجل في حاجه، بس يا مستعجل عطلك الله. الولد اترمى برضو على الارض، والناس بيقولوا ده مغمى عليه برضو، مش عارفه، بس كانوا مهملين فيه، عشان كان هو مخطئ. والحمد لله صعب عليا الولد، كان اعصابه سايبه خالص بعد ما فاق وكده. فبيقولوا لي في الاسعاف بقى، بيقولوا لي يعني مش عايزه حاجه منه. قلت لهم لا، ده زي ابني، بس هو انت اخطأت. ده الكلام ده بقى يعني ايه، بيقولوا لي في ساعه كنت لسه في الفوقان ومش مركزه، بس انا في نيتي طالما ربنا قومني الحمد لله يعني. وانا فتحت رغم ان انا كنت مدروخه خالص، يعني حاجات بسيطه اللي بلقطها في الكلام وحاجات مش بلقطها.
المهم قلت لهم لا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه. على ما رحت بقى وخيطوني وكده وعملوا لي الحاجات اللازمه، ببتدي بقى افوق واتذكر حبه بسنه بسنه اللي حصل، المكان اللي كنت فيه قبل كده. واللهم صل على النبي، يا رب سترك ورضاك. وبعد كده بقى لقيت ايه، آه جم تاني برضو، جم تاني قالوا لي خلاص كده. اتنزلت بقى ومضيت، قلت ربنا يجعله في ميزان حسناتي. كفايه اللي هو هياخدوا منهم، هيعاقبوه طبعا على التصرف اللي عملوا معايا والجري. ما تتسرعش، ما تجريش، مش يبقى همك نفسك وبس. بص لغيرك. انت اذيت واحده وراها عيال، وراها عيال وربنا معاهم طبعا. و يعني متعرفش انا بالنسبه لهم ايه يعني بعد ربنا طبعا. و ملهمش حد الا ربنا، مفيش حد بيسأل على حد في الزمن دوت. وربنا يعيننا جميعا ويقوينا ويقوينا عليهم. واللهم صل على النبي. فأرجو منك إن أنت أي واحد متسارع، سواء عربية سواء موتوسيكل سواء أي حاجة هتأذي أي حد، ما تجريش، ما تجريش، ما سلمها لله، سلمها لله. وادي الناس حقوقها وخد حقوقك. انت ليك حق هتاخده، ماشي مظبوط هتاخده، مش ماشي مظبوط لازم تتعاقب، بس ما تعاقبش ناس معاك ملهاش ذنب. ما تتعاقبش واحدة متألمة لغاية 15 يوم. الحمد لله أنا راضية، والله راضية، بس في غيري ممكن ما يقدرش. يعني أنا بستحمل وبمسك على نفسي عشان ولادي ما يزعلوش ما يتخضوش. انا ماسكه على نفسي وعماله اعصر على نفسي واتألم في نفسي. في غيري ممكن واحده برضو ما تقدرش تتحمل، واحده ما تقدرش تتحمل التعب. ما تحملش معاك الناس اللي هي ماشيه في الطريق. اي واحد ماشي متسرع اهدى، 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 عشان ما يا مستعجل عطلك الله. ما تتأذيش، ما يحصلكش حاجه، هتضر نفسك وغيرك وهيبقى ذنب غيرك في رقبتك. اهدوا يا جماعة، اهدوا، ما تتسرعوش، اهدوا في السواقة. خد حقك ودي الناس حقها. لو انت مخطئ في حاجة تتعاقب على خطأك، ما تعاقبش ناس معاك ملهاش ذنب. وبالنسبة بقى لحبايبي اللي بيعبروا الطريق، ربنا يستر طريقكم ويستر طريق ولادكم يا رب. ما تسمعوا شر عن ولادكم ولا على نفسكم ولا على حبايبكم أبدا. اما تلاقوا حاجه زي كده يا جماعه، امشوا من طريق تاني، ابعدوا عن المكان اللي هو في حاجه تفتيش زي كده. ابعدوا. ممكن واحد برضو متسارع يروح طالع بعربيه يشيل اللي قصاده. ممكن موتوسيكل زي ما حصل لي، كان الطريق واقف خالص وانا بشوف الولد وهما بيقولوا له كذا، خلاص بعدها لقيت ده بيطير كده، بيطير بالموتوسيكل لفوق. الحمد لله، ربنا يهدي، الحمد لله. فانتوا نصيحتي ليكوا اي مكان فيه زي كده امشوا من بعيد، ما تمشوش من جنبه، عشان ما تتضروش. ونبهوا على اولادكم برضو. وتعدية الطريق، اتأنوا في تعدية الطريق. هي كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا طبعا، بس البني ادم برضو عليه الحرص ويحرص ولاده. يا رب ما يأذيكوا في ولادكم ولا في بناتكم ولا في حبايبكم ولا في نفسكم. يا رب يا رب يكتب لكم السلامة، انتوا انا واولادي وبناتي واولاد الناس كلها يا رب وبنات الناس كلها. وانا ارجو لكم، ارجو الدعاء ليا لاني متزممة. ربنا يا رب يبارك لكم. وبشكركم جدا، وبشكر كل اللي هيدعي لي في الكومنتات. ولكم بالمثل ويكفيكم شر طريقكم يا رب ويحميكم. واسفة لو انا طولت، واشوفكم في رعاية الله وامن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.